مساء الفل. طبعا كلنا ندمنا على الماتش اللي فات، الفرص اللي ضاعت وكمان ضربة الجزاء، بس مفيش وقت للندم لان الماتش التاني اصعب بكتير من الماتش الاولاني، وخصوصا انك بتلاعب فريق اعلى بكتير من انتر ميامي وهو بالميراس. بالميراس هو افضل منظومة فنية في امريكا الجنوبية، وقدر يكسب 2 كوبا ليبرتادوريس في اخر 4 سنين. الفريق ده بيلعب بخطة 3-4-3 مع ضغط عالي طول الملعب، بيقدر يغلط اي دفاع، ده غير طبعا الضغط اللي بيعمله جمهور بالميراس على المنافسين، يعني هيضغط عليك في الملعب وبره الملعب. اهم ما يميز الفرقه دي الالتحامات، يعني انت ما ينفعش تلعب قدامهم لعبه خفيف خالص، ولازم يكون عندك لعيبه اقوياء في نص الملعب، يعني مثلا واحد زي اليو ديانج ده ممكن ترميه في الماتش ده وتقول له الفرقه دي شتمتنا وهو ينزل يتصرف. وعايز اقول لك كمان ان الوينجات بتاعه الفرقه دي ما ينفعش باي شكل من الاشكال ان هي يتساب لها مساحات، لان طبعا فرق السرعات الرهيب هيكون لصالحهم، وعلشان تكسب الماتش ده فما ينفعش ابدا انك تلعب جيم مفتوح، لازم تضيق عليهم المساحات. اهم لاعب عندهم في الفريق هو الجناح البرازيلي ستيفاو، الواد ده موهبه وكواليتي حلوه قوي قوي قوي، ربنا يكون في عونك يا محمد يا هاني. واخيرا بقى، وللاسف ان الماتش ده هيكون الساعه 12 الظهر بتوقيت امريكا، فربنا يستر من الحر والشمس والرطوبه، احنا اصلا مش واخدين على الاجواء دي. مبدئيا كده تشكيله الاهلي هتكون نفس تشكيله المره اللي فاتت تقريبا، ما عدا بس هيكون في شويه تغييرات بسبب اصابه امام عاشور وبسبب اصابه احمد نبيل كوكا وبسبب استهتار بعض اللعيبه، ممكن تركن دكه وينزل بدلها حد تاني. مبدئيا كده في حراسه المرمى هيكون افضل حارس في مصر وفي افريقيا محمد الشناوي، دي ما عليهاش اي جدال. الباك اليمين بتاعك هيكون محمد هاني، اللي انا الصراحه مستني منه كتير اول ماتش ده، سواء هيكون هيلعب على اهم لاعب عندهم اللي هو ستيفاو، وسواء ان هو هيكون مصدر الطلاب بالكره الوحيد في النادي الاهلي، وده هحكي لك قدام. بالنسبه بقى للاثنين قلوب دفاع، فالاثنين كانوا عاملين ماتش هايل الماتش اللي فات، سواء اشرف داري سواء ياسر ابراهيم، مستني منهم ماتش بنفس كفاءه الماتش اللي فات، لان الماتش ده هيكون كمان اصعب. بالنسبه بقى لمركز الباك الشمال، ففي اخبار كده طلعت بتقول اصابه احمد نبيل كوكا، فانا شايف الصراحه ان انسب بديل لاحمد نبيل هيكون هو يحيى عطيه الله، الراجل مغربي ودولي والدنيا معاه زي الفل، ان قعد دكه الكوكا، يعني انا بتهيألي كده اداء يحيى عطيه الله وهو مصاب هيكون احسن من كوكا وهو سليم. نيجي بقى لنص الملعب، واهم واحد في نص الملعب هيكون مروان عطيه، وجنبه مش حمدي فتحي. انا واحد من الناس اللي بتحب حمدي فتحي، بس الصراحه كده انا كنت شايفه شبح في الماتش اللي فات، حمدي ما كانش موجود حرفيا في الماتش اللي فات. وزي ما قلت لك ان الفرقه دي بتلعب على الالتحامات، فانا شايف الصراحه كده ان وجود اليو ديانج مهم قوي في الماتش ده. الراجل اولا سريع وبيخبط، ويا عم لو على حوار الطول بالكره اللي انت بتتكلم فيه، طب ما حمدي فتحي ما طلعش بالكره الماتش اللي فات. فانا الصراحه كده شايف ان انسب لاعب للماتش اللي جاي ده هيكون اليو ديانج، وطبعا قدامهم محمد علي بن رمضان في ظل اصابه امام عاشور للاسف. بالنسبه بقى للجناح الشمال، فانا شايف تريزيجيه يلعب عادي جدا ما فيهاش اي مشكله. الناس اللي بتقول لك نعاقب تريزيجيه من ان احنا ما نلاعبوش، لا لا، العقاب مش بيكون كده، العقاب هو خلاص اتخصم منه فلوس ومفيش اي مشكله خلاص، ولاعب تقبل القرار واتخصم منه فلوس والدنيا جميله، يعني اتخصم منه باين مليون جنيه، فان هو يلعب هنا هو هيكون اهم لاعب اصلا في الفرقه، خصوصا ان تريزيجيه عنده سرعات اسرع بكتير من اشرف بن شرقي، فحوار ان انت تعاقب لاعب ان انت ما تلاعبوش ده الحوار ده قدم يعني. الناحيه الثانيه بقى هيكون احمد السيد زيزو، ده برضه هيكون له دور مهم هنتكلم عليه قدام، والمهاجم بتاع الفرقه دي وسام ابو علي. بالنسبه بقى لطريقه اللعب، لو انت هتفكر تطلع بالكره من ناحيه الشمال زي الماتش اللي فات، على حسب مين اللي هيلعب هنا وسواء تريزيجيه، فانت مش هتنجح ان انت تطلع بالكره من هنا. الحل الوحيد عشان تعرف تطلع بالكره مع الفرقه دي هو ان انت تطلع من ناحيه محمد هاني، وطبعا هتستنى هنا الدعم من زيزو اللي هينزل لك الناحيه دي، ومحمد علي بن رمضان اللي هيضم الناحيه دي، والمفروض اللي هيلعب الناحيه دي مروان عطيه، فعشان يبقى الشكل كده عشان تعرف تطلع بالكوره. الفرقه دي عندها مشكله في ناحيه الشمال، فانت لازم تستغلها بناحيه اليمين اللي عندك. وبعيدا عن اي حاجه، فانا شايف ان زيزو هيبقى اهم لاعب في الماتش اللي جاي، خصوصا في استغلال سرعته والطلوع بالكره من ناحيته. وفي نهايه الفيديو عايز بقى اقول لك خبر حلو، لو الاهلي كسب بالميراس وبورتو كسب انتر ميامي، فالاهلي هيتاهل بدون الحاجه للماتش التالت. تفتكر بقى هل الاهلي هيكسب بالميراس فعلا؟ وبكده يكون الفيديو خلص. لو انت وصلت لحد هنا فما تنساش بقى اللايك والسبسكرايب ودلعني.